السلام عليكم مشاهدينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي مزيان. كنت خارج للطبيعة كنصور فيديوهات ميني فلوق على حساب باش نمونطيهم ونبارطاجيهم معكم. ووصلت لواحد المنطقة في هاد الطبيعة كنكتشف واحد السر غامض بصراحة في هاد المنطقة. كنلقى هاد المنطقة كلها محفرة كيحفروا أصحاب اللي كيبحثوا على الكنوز. يعني واحد الحفير صعيب بصراحة باش تحفر بيد العاملة. يعني خصك وقت أو خصك بوكلان أو خصك شي حاجة كبيرة باش ماتريال باش تحفر بحال هكا. كيما كتشوف هاد الحجر قداش تبارك الله، دابا ميمكنش تحيدو بيديك. يعني أنا كنظر ديالي كنشوف هاد الناس، إلا كان فعلًا كاينين الكنوز، كنظن أنهم راه كيدو كيغمقوا على واحد التاريخ وواحد الأصول ديال الناس اللي عاشوا قبل منا، وعلى التاريخ ديال المنطقة. يعني الكنوز اللي مدفونة هنا أو كانت هنا في احتمال. على ما اظن انا كنظن هنا البلاصه كيكون فيها غير المعادن، جايبين ديك لاباري واقيلا على ما اظن، اللي كتكون هاد السيكوريتي كتصوني وكيبقى يحفروا كيضربوا واحد التماره، واحد العذاب الاليم ديال التماره ديال الصخور، لان ما كاينش شي اثر ديال بني تاريخ تما او شي حاجه. يعني باش تحفر هاد الصخر كنظن، على ما اظن انا كاين المعادن في هاد البلاصه هادي. ما يمكنش يكونوا الكنوز. ولا كانوا الكنوز راه وكانوا كنوز وفعلا كيحفروا عليهم، راه كيغمضوا التاريخ ديال المنطقه وديال الناس اللي عاشوا قبل منا. يعني كنفضل انا بصراحه الكنوز راه تتحمل بهم السلطات المحليه، لان الكنوز كتكون فيهم الاثار، كتبحث على الاثار ديال الناس اللي عاشوا قبل منا، وشكون اللي كان عايش في هذه البلاد هذه، وشكون اللي عايش في الاصل. مثل هذاك الجمجمه اللي لقاو في الدار البيضاء لقاو 700 سنه او 750 سنه. يعني كون شدا شي واحد هرسها باش تعرف هذاك التاريخ. يعني بحال ما كان الكنوز هادو فيهم التاريخ ديال البلاد والتاريخ ديال الاصول وديال الناس اللي عاشوا معنا هنا في هذه المنطقه هذه. وشكرا لكم، انا قلت الراي ديالي، وشكرا لكم. انا ما اظن كيكون المعادن هنايا.